يا جماعة، أنا صراحةً خسرت مبلغ تقريبًا 95,000 ريال سعودي بالعملات الرقمية، فعلًا حاليًا باقي 5000 فقط من ال95. حلفت إني ما راح أبيع لو يختفون كل العملات، وبذلت جهدي في البحث عن طرق لأكسب ولا أخسر وأعوض المبلغ الذي خسرته ال5000 ريال. سوف تجلب لي 90,000 لابد. هنا بعد البداية الجديدة، يعني كانت بداية طيبة صراحةً. شريت من هنا بالضبط، تم الشراء، نزل وخسرت ما بعت، لأني فاهم إنه رايح يرتفع. ارتفع. يا سلام! نزل الآن وأنا أكلمكم في نزول. هل أنا خايف إنه يستمر النزول؟ لا، أنا واثق. ليست توصية، لكن أتكلم عن نفسي كشرائي أنا. لا، لن أبيع. فتقريبا أنا ضامن المكاسب الآن وأنا أكلمكم، ضامن المكاسب. ال5000 المتبقية لدي متأكد إنها رايح ترجع ال90. كانت كأنها دورات، أخذت دورات تعليمية في العملات الرقمية. لن أعطي توصيات، لن أوصيك بالشراء والبيع، لكن سوف أنشر فيديوهات تعليمية للطرق كيف تدخل بأمان وكيف تخرج بأمان. في الفيديوهات القادمة سوف نبحث أنا وأنتم، وأعطيكم المعلومات التي استفدت. ما الفائدة آخذ معلوماتي معي إلى القبر؟ دع الجميع يستفيد. وتقدر الآن في هذه اللحظة أنك تتابع عملة دوغ، وننتظر إلى أسبوع من الآن، ورايح تكون المكاسب بالنسبة لي جميلة، يعني أتوقع. فانتظرونا في الفيديوهات القادمة، رايح نتحدث بالموضوع هذا بشكل مفصل. وتابع دوغ الآن، لا تشتري ولا تبيع، ما لي دخل فيك، لست مسؤولا عن قرارك الآن. زي ما قلت سوف أعطي طرق فقط، أو طريقتي الخاصة الشخصية، كيف أحدد المكان المناسب للشراء والمكان المناسب للبيع. انتظرونا، لا تنسى اشتراك ولايك. شكرا لكم.